السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بكم معايا في مطبخ ام يوسف. النهاردة ان شاء الله هعمل لكم مكرونة محمرة بشكل جديد وبطعم جديد وخطير، ان شاء الله يعجبك وتقومي تعمليه معايا بسرعة. هنعمل مع بعض مكرونة محمرة بس بطريقة لذيذة وكمان اقتصادية. مكرونة هتسد معاكي في وقت الجوع وكمان ما بتاخدش معاكي وقت ولا مجهود، وممكن تعمليها بسرعة بسرعة لو جاية من المدرسة والولاد جعانين. ممكن في 5 دقايق تكوني عاملة لهم أحلى طبق مكرونة محمرة بطشة الثوم والطماطم، إن شاء الله تعجبكم. يلا بينا معايا واحدة واحدة وهقولك كل الخطوات. الطماطم والثوم والفلفل دولت أنا هضربهم مع بعض في الخلاط، وهروح دلوقتي علشان أحمر المكرونة. هنحمر المكرونة بالزيت، مش هنحط سمنة في الحلة علشان الزيت بيخلي المكرونة مفلفلة. حطيت كده في الحلة شوية من الزيت وهسيبهم يسخنوا، وبعد كده هقوم نازلة عليهم بالمكرونة. طبعا المكرونة اللي انا جايباها مكرونة صغيرة، مكرونة تحمير، وهفضل اقلب بقى فيها كده مش هسيبها علشان انا عايزة المكرونة كلها تبقى لون واحد، ما تبقاش حبة وحبة. لما المكرونة بتتحمر وتاخد لون واحد ده بيفرق قوي في الطعم وفي الشكل كمان. هقلبها كده لما تاخد اللون الذهبي الحلو، وبعد كده هطشها طبعا بالطماطم بتاعتي. شايفين اللون يا جماعة عامل ازاي؟ احنا محتاجين اللون ده. افضلي حمري يا ست الكل لما توصلي للون ده. وهبدأ بقى دلوقتي اطشها بشفشق الطماطم اللي انا ضربها في الخلاط مع الفلفل ومع الثوم بالشكل ده كده. متنسوش اللايك بقى والمتابعة. وهقلب بقى كده، وهزود بقى المية على قد المكرونة، على قد سوى المكرونة. وبعد كده هقوم حاطة التوابل بتاعتي. التوابل بتاعتي بقى عبارة عن ايه؟ مكعب من المرق اللي شفناه في الاول، وهحط ملح وفلفل اسود بس مش اكتر من كده. مش هحط اكتر من كده يا جماعة، هي مش محتاجة، لان مكعب المرقة اللي انا حطيته دوت طبعا هيوديها في حتة تاني هيغنيني عن التوابل الكتير. مش مضطرة ان انا احط توابل كتير، هو مكعب الماجي وشوية ملح وفلفل اسود، وطبعا الملح على حسب الرغبة. وهقلبها كده وهغطيها لحد ما تبدأ تتشرب معايا. واول ما تتشرب معايا هقوم موطيه النار. شايفين هي كده اتشربت، محتاجة بس انها تستوي. ههدي النار بقى عليها خالص وهغطي تاني وهسيبها لحد ما تستوي بالشكل اللي انتوا شايفينه. شايفين لونها كلها واخدة لون واحد، بسم الله ما شاء الله، وده شكلها النهائي. ما تنسوش بقى تتابعوني مطبخ ام يوسف، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.